اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض اللازانيا، هنعملها مع بعض بطريقه جميله جدا، وكمان هنعمل لها حشوه لحمه المفرومه بطريقه لذيذه جدا. انا اسمي تغريد ودي قناتي. لو لسه ما اشتركتوش يلا انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ويلا ندخل على الوصفه. اول حاجه هنبدا فيها هي ان احنا هنعصج اللحمه المفرومه، تقدروا تعصجوا الكميه اللي تعجبكم. الكمية اللي معايا هي نص كيلو ومش هستخدمها كلها. اول حاجة معانا في حلة على النار هننزل بيها بشوية صغيرين من الزيت. بعد ما الزيت يسخن هننزل عليه بفصين توم مفرومين. الفصوص بتاعة التوم اللي انا مستخدماها فصوص كبيرة، لو هستخدم فصوص صغيرة يبقى اكتر شوية، يعني ممكن 4 أو 6 فصوص توم. تمام. هنقلب التوم تقليبة كده بسيطة مع الزيت لحد ما ريحة التوم تطلع. بعد كده هننزل عليها ببصلاية حجم كبير مفرومة. لو هتستخدموا بصل حجم صغير ممكن يبقوا بصلتين او 3 على حسب، يعني لو بصل وسط ممكن يبقوا 2. هنقلبهم مع بعض بالشكل ده كده. بعد كده هننزل عليها بنص كيلو من اللحمة المفرومة، هي فيها حوالي يعني 20% من الدهون، مفيش مشكلة. اللحمة المعصجة لما بيبقى فيها نسبة دهون بسيطة كده بيبقى طعمها حلو. بعد كده هننزل عليها بملح، فلفل اسود، وشوية قرفة. انا حطيت معلقة من الملح، معلقة صغيرة، معلقة صغيرة من الفلفل، نص معلقة صغيرة من القرفة، وضفت كمان نص معلقة صغيرة من السكر. هنقلب المكونات مع بعض بالشكل ده لحد ما لون اللحمة يتغير زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنغطيها ونسيبها على نار متوسطة لمدة 10 دقايق او لحد لما تبدأ ان هي تشرب السوائل بتاعتها بالشكل ده. بعد كده هننزل عليها ببصلة تانية مفرومة، وعليها جزرايه مفرومه في نفس الكبه اللي احنا فرمنا فيها البصل هنفرم فيها الجزر، او ممكن كمان تحطوا الجزر مبشور، بس انا قلت يعني بما اني مشغله الكبه فافرم فيها الجزر كمان. دي جزرايه كبيره وعليها فلفل الوان وفلفل اخضر، ولو حابينها سبايسي ممكن تزودوا كمان فلفل حامي. تمام، انا مستخدمه حبه فلفل من كل نوع. تمام، وبالطريقه دي يا جماعه احنا كده ضاعفنا كميه اللحمه يعني. ومش بس كده، لا ده احنا كمان زودنا القيمة الغذائية للأكلة بتاعتنا، يعني زودنا مع اللحمة الخضار بتاعنا ده وكله فوائد انتوا عارفين. الفلفل فيه فيتامين سي، والجزر فيه فيتامينات كتير، والبصل كمان مضاد حيوي طبيعي. فالأكلة مش بس بقت اقتصادية معانا، لا دي بقت كمان قيمتها الغذائية عالية جدا. هنقلب بقى المكونات كلها مع بعض ونسيبهم على النار لمدة 10 دقايق كمان، او لحد لما الخضار يدبل معانا. هنغطيها ونسيبها كمان 10 دقايق. بعد كده ده بيكون شكلها، عايزة اقول لكم الريحة تحفة من دلوقتي. هنقلبهم مع بعض كده وبعدين هننزل عليهم بمكعب من مرقة اللحمة، وده اختياري يا جماعة. وعليهم هننزل بأربع أو 5 معالق كبار من صلصة الطماطم. دي صلصة طماطم أنا مسبكاها في البيت. تمام. هنقلبها بقى مع بعض بالشكل ده، بتدي طعم حلو جدا للحمة المتعصجة. وبعد كده هننزل عليهم بنص كوباية من المية السخنة. واخر حاجة ان احنا هنقلبهم كده مع بعض تقليبة لحد لما المرقة تدوب. لو عايزين تستخدموا مرقة فورية عادي مفيش مشكلة، لو مش عايزين تستخدموا خالص زي ما قلت لحضراتكم ده اختياري. بعد كده هنغطيها ونسيبها على النار لحد ما تستوي وتشرب السوائل اللي فيها. وعلى ما اللحمة تستوي يلا بينا نسلق المكرونة او اللازانيا بتاعتنا. في حلة على النار هنحط فيها مية، وهنحط عليها معلقة كبيرة من الملح، او على حسب انتوا عايزين ملح عامل ازاي. انا حطيت معلقة كبيرة، وهسيب المية دي لحد ما تبدأ تغلي. بعد ما المية تغلي معانا هبدأ انزل فيها بشرايح الباستا بتاعتنا او اللازانيا بالشكل ده كده. احنا مش هنسلقها، احنا بس بناخدها غلوة كده لمدة 3 أو 4 دقايق علشان نقدر نتحكم فيها واحنا بنعملها.
بعد كده هشيلها هصفيها كده زي ما انتوا شايفين، وهحطها جنب بعض في صينيه واسيبها تبرد شويه. اخر حاجة هنعملها هي البشاميل بتاعنا، وده اهم حاجة معانا في الوصفة. لازم طبعا يكون لذيذ وطعمه حلو، كمان لازم يكون خفيف. تمام. اول حاجة معانا في حلة على النار هننزل فيها بمعلقة من الزيت وعليها مكعب من الزبدة. هنسيب الزبدة لحد ما تدوب. ممكن تستخدموا الكمية كلها زيت يا جماعة او الكمية كلها زبدة، بس انا بفضل الاتنين مع بعض علشان الزبدة ما تتحرقش. بعد ما الزبدة تدوب هننزل عليها بأربع معالق كبار من الدقيق. بعد كده هنقلبهم مع بعض لحد لما لون الدقيق يتغير بالشكل ده كده. بعد كده هننزل برشة من جوز الطيب، ودي اختياري بس هي بتدي طعم حلو قوي للصوص بتاع البشاميل. بعد كده هننزل بالحليب، انا مستخدمة لتر حليب بس هنزل بيه على مرتين يعني. تمام. هننزل بالحليب تدريجي وبعدين هنقلب كده. هنلاحظ ان الخليط بدأ يمسك معانا وبدأ يشكل معانا قوام. تمام. هنستمر في التقليب على نار متوسطة بالشكل ده. بعد كده هننزل بالكمية الباقية من الحليب ونستمر في التقليب لحد ما يوصل لقوام بشاميل، بس بشاميل يكون خفيف شوية. بعد كده هننزل عليه بنص معلقة صغيرة من التوم البودر، بيدي طعم برضو جميل قوي. وطبعا هنظبط الملح بتاعنا حسب الذوق، انا حاطه معلقه صغيره من الملح. هنقلب بقى كله مع بعض كده، وده الشكل والقوام النهائي لصوص البشاميل بتاعنا. لو حسينا ان الصوص بتاعنا تقيل شويه ممكن تزودوا شويه من الحليب. تمام. انا حبيت اخففه شويه. تمام. وكده يكون البشاميل بتاعنا جاهز على الاستخدام. يلا نبدأ بقى نرص المكونات بتاعتنا. اول حاجة معانا دي الصينية اللي انا هشتغل فيها، انا بشتغل في صينية بايركس. تقدروا تستخدموا اي صينية اي نوع انتوا تحبوه، سواء تيفال الومنيوم اي حاجة تنفع معانا. هننزل بقى بكبشتين كده من صوص البشاميل ونوزعهم كده في ارضية الصينية. بعد كده هنبدأ بقى نرص شرايح الباستا اللي احنا سلقناها نص سلقة جنب بعض بالشكل ده. وبعد كده شوية صغيرين من صوص البشاميل. تمام. وعليهم هننزل بشوية من اللحمة المفرومة، طبقة خفيفة كده. وعليها رشة من الجبنة الموتزاريلا، واستخدمت كمان مع الموتزاريلا شيدر. ممكن تستخدموا نوع واحد مفيش مشكلة، لو مفيش جبن خالص برضو بتطلع جميلة. تمام. هنوزع الجبنة بالشكل ده كده. وبعد كده هنحط طبقة تانية من الباستا. وعليهم شوية من صوص البشاميل. بعد كده هنحط طبقة كمان من اللحمة المفرومة، ونستمر بقى كده لحد لما الصينية يعني نبقى قبل الاخر بشوية، ما نملاش الصينية لحد الاخر. تمام. اهو لحمة مفرومة وفوقيها رشة من الجبن. وبعدين اخر طبقة باستا هحطها علشان خلاص كده الصينية اتملت معانا. تمام. طبقة باستا او لازانيا يعني، وعليها شوية من البشاميل. وهحط برضو على الوش شوية من الجبنة الموتزاريلا. وبعد كده هندخلها على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة، وبتطلع بالشكل الجميل ده. وبكده تكون وصفتنا انتهت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.
لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل ليكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. وبألف هنا وشفا مقدما.